قدامي. تشيرز. اوكي يا هلا والله. المفروض امشي على فكره عشان انا متاخره، بس هقول لكم على حاجه. انا مكنتش عايزه البس الطرحه دي، واصلا انا كنت جايه اذم في الطرحه دي لان انا لبستها امبارح. تمام. ويا جماعه هقول لكم على حاجه، انا بقى ما بحبش فكره ان انا لما الزق الدبوس في اخر حلقي الاقيه نزل. انا ما بحبش فكره ان انا حاسه ان الطرحه مهويه من هنا. الطرحه دي بقى بتهوي، فانا كنت جايه اقول لكم ان انا لبستها والطرحه دي بتهوي من الجنب، ودي انا الحاجات اللي انا ما بحبهاش في الموديل. ليه؟ لان انا كنت هلبس النهارده يعني الطرحه اللي هي الشيفون الحمراء اللي انا كنت وريتها لكم، ما لقيتهاش لاقت بجد، كان شكلها وحش. ماما قالت لي لا ما تلبسيهاش شكلها مش حلو. ما قدرتش اجي اقول كلام وحش في دي، مع اني شفت على بنترست اللون النبيتي واللون اللي هو التاني ده الاصفر كانوا بجد لايقين على بعض جدا. فاللي هو طب يعني ليه حضرتك ما لقيتيش عليا؟ مش فاهمه، دي تفرقه عنصريه مثلا؟ بس فلكن غير كده النهارده بص الشنطه. عايزه اقول لكم على حاجه بقى بجد والله العظيم، الشنطه دي البرنت بتاعتها دي اكتر حاجه انا بحبها على الكوكب. مش عشان المفاجاه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، ممكن قدام شويه اقول لكم عليها، بس يعني بصوا بجد الليليز دي انا بحس ان انا شايله انا، يعني بصوا كده بتمثلني جدا. بس فيلا بقى هنلبس. ويعني ايه بقى، بس الكوتشي اصلا الكوتشي ده مريح جدا من جوه. بصوا دي بتدخل كده فبتاخد شكل الرجل من جوه، فبتحسوا ان انتوا مريحين على الاخر. طبعا مش محتاجه اقول انا هقابل مين، كلنا عارفين هقابل مين، وانتوا كمان هتقابلوا مين، كلنا عارفين هنقابل مين. فالمفروض بقى ليه اسبوعين ما عملتش ديرما، وانا بصراحه عامله حسابي ان انا اتبسط النهارده بكل ما تحمل كلمه من معنى، لان الاسبوعين اللي فاتوا كانوا بجد يعني الاسبوعين اللي فاتوا دول كانوا صعبين 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 كده عليا، وكانت دماغي بتروح مني، والدنيا حر دلوقتي جدا. الواحد لازم يتبسط بقى، ويعني هنجرب اماكن جديده. وعندنا ايه كمان، عندنا حاجات حلوه بقى، عندنا حاجات بجد تحفه. بس خلاص كده نوران طالبه مني برفيوم، فانا واخداه معايا. مش عارفه بقى اعمله لها بفيونكه ولا ما اعملوش، بس الصراحه الدنيا حر وانا يعني خلاص بسيح، فبفكر امشي. هلبس النضاره قبل ما امشي، طبعا هلبس النضاره. رايت فين؟ اوكي. نفس السلسله اللي هي جايباها لي برضو. الجو في الظل بيبقى حلو، بس في الشمس بيبقى حر، مع انه المفروض داخلين على 9، يعني الجو يبقى كويس. اصلا شهر 7 وشهر 6 كانوا بجد حر قوي قوي. بس استنى، في وردة كيوت هطلع اجيبها، عشان قلت لكم ان النهارده هبقى يعني مبسوطة. كل الانبساط. بس انا اجيب واحدة لنوران، مع انها ضد ان انا اقطف الوردة. يلا بقى مش مشكلة. The art of noticing.
مش عارفه، احيانا بيجي على بالي انه واحنا طالعين نجري، مش جري اللي هو استنوا، مش جري اللي هو نجري يعني الركض، لكن عموما يعني في الحياه او في الايام العاديه مهم قوي ان احنا على الاقل ناخد بالنا من حاجات بسيطه ممكن تخلي يومنا افضل. يعني ان يكون الجو حلو، نركب مترو مش عارفه ايه ونلاقي مكان، الجو يبقى هادي مفيش حد بيزعق، والله في شجر حوالينا. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتخلي الإنسان يلاحظ النعم. غير كده إن هو بجد يتبسط بأقل حاجة. وبعدين مبحبش الناس اللي تقول إيه ده بصي على طول، بصي على كل حاجة. ما هتبسط على كل حاجة، مبسطش على كل حاجة ليه طالما في حاجات فعلا تبسط؟ يعني إيه اللي يخليني أقفل على نفسي وأقتل؟ زي مثلا فمرة، بصوا يا جماعة، أنا من نوعية الناس اللي لما بتشوف حاجة حلوة بتحب تقول إن هي حلوة. يعني مثلا واحدة لبسها حلو، حاجة كيوت شفتها مش عارفة ايه كده. حتى احيانا عادي جدا ما عنديش اي مشكلة ومش بشعر بالاحراج ان انا اوقف واحدة واقول لها انتي شكلك حلو النهاردة، او يعني لبسك جميل، او ما شاء الله، او اي حاجة من الحاجات دي. حتى لو لاحظت حاجة انا نسيت انا كنت هقول ايه، يلا مش مشكلة، ان شاء الله لما افتكر هبقى اقول لكم. لا بصي، انا بتاعتي الراجل كان مطلعها لي بالجبنه. طيب العنوان عشان بس كلكم بتسالونا. Cheers. باقي 7 دقايق على المترو. انا عموما مبسوطه ان هو مطلعها لي بالجبنه السايحه. نفس الشيء ولا مختلفين؟ حاططها لي بالنقانق. بوسترمان حلوه. احلى على الاغلب. طبعا احنا في المترو مفيش حاجه توقفنا، طريقنا طويل فمحتاجين نفطر. البتاع اللي احنا كنا بناكلها قبل كده والله العظيم يا جماعه تحفه 100 من 100 تحفه. بصينا بتاعت ميرون كانت فنانه، الجبنه من جوه محشيه جبنه من جوه. يا ريت مخبوزات الحريه تاخدني اعمل لهم اعلان. لو الاندور بتاعه مش حلو مش هدخل. كنت عايزه اجيبها والله، بس كانت تقيله قوي على الشنطه. اديها صوره هبقى اعملها سكرين شوت. نجرب ايه؟ سلطه كراميل. Guys, المنيو is so aesthetically pleasing. قلبي الصرف باين بجد it's amazing. لو يدوني بس كود خصم ولا حاجة، ولا ياخدوني اعمل لهم اعلان تحفة. بحب قوي فيا ان انا بجد بتكلم عن الحاجة كلها، سواء بقى مدفوع لي مش مدفوع. طبعا مفيش حاجة مدفوعة لي لحد دلوقتي. It's coming. بس فيهم انا ما قلت لهمش، بس هقول لهم بعد شوية. Stay tuned يا جماعة. Stay tuned. بقول
اوكي هنسجل من هنا علشان الصوت. اولا جايز. احنا طلبنا، احنا الاتنين طلبنا سلطة كراميل. اول حاجة بس مش عاجباني هي دلوقتي انه دي الشفاطة صغيرة قوي. انا استغربت قوي، انا ما سمعتش حد بيقول شفاطه من سنه 33. تصدقي اقسم بالله استغربت اقول شفاطه ايه دلوقتي. اصل طول عمري في حياتي ما قلت كده. ما قلتيش شفاطة ولا مرة؟ لا حتى وانت صغيرة؟ اشاريمو. هقول لك على حاجة بقى، انا اللي اعرفه ان هي سترو عادي. فمرة عمري في حياتي ما سمعت شفاطه دي. لا طب في واحدة كانت ما قالتش لا استنى مش فاكرة. حلو. حاسة ان في طعم غريبة بس. كراميل كتير شويه. حاسة ان بتاعتي فيها طعم غريب، في حاجة مقرفة صح؟ ايه ده بتاعتك عادية. اوكي هندوق الملفي بالبيستاشيو. قوية. اوه اصورها بقى. لا استنى. حاسه ان في حاجه غلط عندي النهارده. يا لهوي يا لهوي. هو انت دي ايدك ايه؟ دي الشمال، ما بعرفش امسك غير بيها. شفتي شوله؟ مستشفى حلو بس الملفيه مش احلى حاجه. كنت اقول ان انا حاساها عاديه. يعني الفيل بتاع الملفيه اللي هو بيستاشيو حلو، بس الفيل بتاع ايه؟ الفيل بتاع الملفيه اللي هو بيستاشيو حلو، الملفيه نفسها قويه شويه. هديها 7. هديها 6 او 6 ونص. هديها 6. هي شكلها حلو قوي بس لا الملفيه في ناحيه يا جماعه، لا في ناحيه محجره. قلتلك كده، قلتي عادي تتكسر. ما هي عايزه تتكسر بس هي ناشفه. انا بتكلم ان هي محجره بقى، في حته فيها محجره. دي اول حته كلها كله مع بعضه. حاسه بايه؟ 6 ونص. عارفين يا جماعه؟ لا خدي من هنا استني. نفسي اشتغل. عارفين يا جماعه؟ نفسي اشتغل مش فود بلوجر، لا فود كريتيك. لايك اقعد ادوق بس ولايك قريت الحاجات دي وفي المطاعم بقى اللي هي you get the vibe. انا دايما 5 stars restaurants. 5 star Michelin. This is the kind of thing I wanna do. ما بفهمش ريبيكا، اسمها ريبيكا ولا بيكا؟ ريبيكا I guess. لما تحط حاجات صغيرة أوي في الطبق. مش عارفة الويلثي بيبول بيعتمدوا على ايه في البرزنتيشن بتاع الأكل. يعني هل بيعتمدوا ان الحاجة تبقى مش عارفة. يعني احنا مثلا بس هي I'm not gonna body shame anyone، بس هي رفيعة قوي 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 قوي، وانا I guess ان هي she doesn't eat. طب ما هي بتحط لخطيبها برضه حاجات قليلة. بس هو مش رفيع، هو اكيد بيرجع يملى الطبق. هي بتورينا يعني ان هي بتحط قليل. طب ما تحطي عادي، انت مكسوفة ليه؟ I don't know. كنا عايزين فعلا نروح مكان
aesthetically pleasing وكده، وان احنا نكون مبسوطين والفايب تبقى حلوه. كنا عايزين انه اليوم فعلا يبقى 10/10 واحنا مبسوطين. انا عايزه اقول لكم بصوا المكان ده او موجه ده هو في مكانين اندور، في مكان اندور صغنن عند الكاشير ومكان اندور تاني تحت كده اللي احنا قاعدين فيه ده. المهم يا جماعه انا لما دخلت في كميه بنات مش طبيعيه. انا اول مره اشوف البنوتات كده مالين المكان وبجد مبسوطه قوي يا جماعه سو كيوت. ايوه كلهم اول مره في حياتي احس ان انا ام نوت اوفر دريسد. يعني لا اول مره احس ان احنا داخلين على كوميونتي بنات. يعني عارفين يا جماعه هو اصلا في كام ولد بس؟ 3 5 6 مثلا يعني 7 ما يكونوش موجودين في المكان. نقول 10 والباقي كله بنات. واحنا بجد كلنا مبسوطين وتحس ان احنا قاعدين كده as a community. احنا محدش فينا يعرف التاني بس تحس ان احنا women support women بجد. طيب يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه. يوم من امتى انتوا حلوين قوي كده بتاعت المكان وان يعني and we gonna show you. احنا هنوريكم بجد كل حاجه just wait. انا قلت لهم على موضوع السولتد بتاعي قالوا لي هنغيرهولك. هو بتاع نورهان اللبن فيه حاجه وش في حاجه وش دي معناه ان هو هيز اكشلي في حاجه، يعني في شيء سيء جوه. عشان بس كان في كام بنت من بره مصر بيتابعوني ودخلوا يسالوني على كام لفظ قلناها كده. it means انه اللبن is actually so bad. تحس ان هو منتهي الصلاحيه او حاجه او كده، بس هي قالت لي عادي هتاخدهولي تغيرهولي. يعني يا جماعه عشان في ناس مش مصريين كتير بيتابعوا نورهان، اللبن ده اللي هو الحليب يعني بالظبط، مش اللبن اللي هو اليوجرت، لا اللبن اللي هو الملك. باي باي حلوين. وانا والله بجد يو لوك سو كيوت قوي بجد ما شاء الله. كنا لسه بنقول لكم ايه؟ بجد سو ايوه I love it so much. كنا بنابريشيت اللوك بتاعها وان هي بجد قد ايه حلوه. كلهم حلوين والله. انا لسه قايله لها من شويه عايزه اقول للبنات دي كلها ان انتوا حلوين قوي بجد. يا رب يا بنات يعني تحلووا اكتر واكتر. الدنيا صهد، مش عارفه ازاي الناس مختار ان هي تقعد بره. فكري تجربي موهيتو هنا مره مثلا. يا جماعه انا من عاشقات الموهيتو في الحياه. اي مكان بروح بجرب فيه موهيتو. هتجربيه هنا دلوقتي؟ النهارده لا، مش النهارده بس هنا يعني ممكن. يا نهار اسود. nails I'm gonna give you nails chick. يا رب ما يجيش يقعدوا جنبنا. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ يا نهار اسود دول جايين بجد. شفتي اخر التريقه على الناس؟ دول بيقولوا ترابيزه مش ترابيزه عادي. لا بصي I can't do this anymore. بطها ترابيزه. انا عاجبني تيبل. شفتي السلطة كراميل اللي كان عاجبك؟ وبعدين ايه ده ماي ماي. عشان البتاع ده انا لازم الحق اشربه دلوقتي عشان التلج بدأ يسيح. قهوة قوي. وانا لازم اشرب الكوفي دي عشان اقدر اكونتينيو معاكي through the day. ماشي اشربيها عادي. يا جماعة I had a tough week. طفز. والله يا نونو I had a very tough week. مش very يعني tough week. هو tough week. I'm not gonna say anything else بس it was tough week يعني. ده اكتر طف ويك عدى عليا في حياتي. انا 2 weeks. هو انا عملت ايه يوم الجمعة اللي فاتت دي مش فاكرة.
اتخطف، كان عندي خطوبة. Still cannot believe إنه one of my closest friends يعني is now engaged. I'm sorry for her يا جماعة. I don't know how to explain it والله. like شفتوا لما تايلور اتخطبت؟ هم المفروض ان هم كاتبين getting married، الناس عماله تقول getting married. ايوه هي كاتبه getting married والناس عماله تقول getting engaged. يا جماعه مش engaged. هي got engaged، ما هو ده engagement بس like she means انه هم شكلهم يعني it's coming sooner، فاهمه انه marriage is coming sooner يعني مش engagement وهنريح. بالظبط يعني. بس انا لما يعني two best friends are engaged right now. صاحبتي عادي فعلا like Taylor Swift is engaged، ف I have to talk about it everywhere all the day all the time. بس it's not بقى just my best friend، it's like my older sister getting married. يا جماعة محدش قادر يفهم like like الناس اللي تعرف تايلر. لا في فرق ما بين الناس اللي تعرف تايلر والناس اللي بتجو ديب وبتاتاتش مع تايلر. يا جماعه بقى لي 11 سنه like literally 11 سنه يعني there is nothing else. I have never ever in my life يعني stand someone او been a fan for someone this like this long و this like deep emotionally invested like انا emotionally invested mentally invested كل حاجه like. الالبوم coming اكتوبر the 3rd في ميلادي. ده شو ده ايه؟ انا الشغل بتاعي دي عشان بجد بتمايماي طعمها كان وحش قوي. مش عايزه بقى التوريد. The Life of a Showgirl her new album it's coming اكتوبر. هي جايبه ايفون اخضر. بفكر اسالها على موضوع التصوير المعفن بتاعي. انا عايزه اشوف لونه مش قادره. اخضر بكره اللون الاخضر يا جماعه. انا بحب اللون الاخضر قوي، كنت عايزه اجيب لون اخضر اصلا في التليفون. انا اللي قلت لها لا. ايوه نهارتني قالت لي هاتي بامبا بقى. بامبا؟ انا قلت بامبا؟ لا قلتي بينك. انا بقول له ببعت اقول لهم ايه الوردي، يقول لي تقصدي البينك. البينك لا وردي اخضر بجد. تقول لك بامبا. ما كانوا بيقولوا بامبي عادي، دايما متعوده على كلمه وردي. هما موتوا البتاع بتاعي ودوه فين بجد؟ كل ده بيحضروه مش عارفه. لا اخضر بترولي. مش شايفه قوي من هنا عشان مشوفش من بعيد. بس انا بجد بكره اللون الاخضر. You cannot imagine how much I fucking hate. عندها بتاع اخضر بتاع ده حلو عليا، تحفه، بحبه جدا عليها. حلو عليا. يا جماعه I don't care even if I hate it. If it looks good on me I'm gonna wear it. If I hate something but there is something good in it for me I'm gonna do it. I don't care. I just simply don't care. Queen's Nunu دي a wise woman once said. عشان I have been raised by a wise woman. يا جماعه عشان بس الناس اللي مش قادره تفهم why I am so invested in Taylor getting engaged او اي حاجه. This is what she's been writing songs about forever. It's her love story and finally she said yes. Okay. ف I don't relate to the prophecy. But let's be I don't relate to the prophecy. But I relate to this is me trying. What if life is just all about trying يعني this is me trying. This is me trying to be alive. ممكن بقى نعمل unboxing. نونو طالبه من عندي برفيومز. فاكرين البرفيوم اللي انا جبته لها هديه في عيد ميلادها الجود جيرل بلاش؟ هي طلبت بقى الفول سايز. I love it. This is how much you know I love it. يا جماعه انا طول عمري ما كنتش into perfumes و I don't like it. واكشلي بقى يا جماعه ما تحركيش حاجه من مكانها. واكشلي اول ما نورهان جابت لي الجود جيرل دي مش هفتحها هعدل الفيونكه. اول ما نورهان جابت لي
اول ما نورهان جابت لي الجود جيرل دي انا كنت يا جماعه مناخيري ما كانتش قادره تستحملها لانها كانت قويه جدا وانا واحده عندي جيوب انفيه. بس انا فضلت قلت لا I'm gonna get used to it عشان it's so good. full size. هي بقى دلوقتي هتحب الفول اكسبيرينس لاي كلاينت بياخد حاجه من بلوم او بتفتح عشان انا ما كنتش باخد الحاجات كده، انا كنت باخدها كده اللي هو كده كده. نورهان جايباهم في الشنطه معايا اللي هو خدي. I don't يعني I'm not gonna complain about it. It's okay. It's okay. It's okay. ايوه علشان دي بصوا هي المره دي هي عارفه فعلا هي عايز تختار ايه او هي مختاره ايه، لكن قبل كده هي فعلا ما كانتش بتبقى عارفه هي عايز تختار ايه، فانا كنت بجيب لها حاجات وهي تختار. يا جماعه حاجات مغريه. صاحبتكم يعني يعني الاونر فاهمين، يعني الاونر اوف ا لوكال براند. ف مش هخليها براند ويوتيوبر. لحظه مش هخليها تجيب لي البتاع شمه من قبل ما تطلب بجيب لها، انا جايبه لها برفيوم تشمه اصلا. عموما I am so lucky. صاحبتي عندها بيج، عندها يوتيوب بتبيع الحاجات دي. صاحبتي شتا يعني احنا جايبين بقى حاجه معانا الوان وجايين نلون. يا جماعه انا بس هقول لكم على حاجه لحظه بس. I am so lucky يعني نورهان عندها كل الحاجات دي. الاء برضو صاحبتي عندها بيج، شنط، هيدر باج. I feel special. You are special. يلا ممكن تفتحي بقى. انا حالفه ايمان ان الفيديو ده هيبقى يعني ما عنديش مشكله يبقى طويل قد ايه، المهم ان احنا نبقى مبسوطين كلنا واحنا We are gonna get the full experience. تعالي بقى هاتي بقى هنا، لا هاتي بقى بالكاميرا اللي ورا ممكن تصوري واحنا ايه رايك في الصرف؟ I love it. ممكن اقطع الرز. شميها بقى. ايه كيوت قوي. ايوه عجباني قوي. استني. ايوه حطي منها، حطي منها عشان انا بفكر اخدها اصلا. لاكجري بجد. خديها لقطه. هو انا جايبه منهم 2. لا بس يا جماعه شكلها استاتيكلي بليزنج. دي الفول سايز برضو صح؟ تحس ان هي مختلفه كده. هي بجد مختلفه. حاسه انا عايزه ارش منها تاني. ممكن؟ ماشي خلاص هاخدها طالما رشيتها. فيها كوكونات. بعد دي ما اول تهدى مره انا بس عايزاها تهدى شويه عشان دي اول مره احب الكوكونات قوي كده. لا هي عارفه قلم الروج يا جماعه لونها حلو. الباكجينج تحفه. انا جبت هنا وشفتني. دلوقتي انا هقرب ماي اوردر. ايه رايك؟ بصوا يا جماعه it's so me عموما like high heel. This is who I am. اي خدمه. This is who I am.
اي خدمه يا فنانه. عموما يا جماعه مليانه لحد اخرها. المال الحلال. سو كيوت عموما. استنى ما نصورها. مش من قدامي. اوكي احنا خلصنا، طلعنا من موجة. المطعم اللي احنا كنا فيه اسمه موجة، و علشان تاخدوا بس يعني كده احنا اكتشفنا ان هما بيحطوا سيرفيس فور سيرفيس بس، لكن هو عموما القعدة لذيذة. السلطة كراميل احنا ما ريتناش السلطة كراميل 6 عادي. هو ده سلطة كراميل فانا هريته عادي 8. لا 6 ونص. لكن اكل ما جربناش، لكن عندهم بصراحة فرايتي في الاكل كبيرة. في ناس جنبينا كانت طالبة اكل، والبرزنتيشن بتاع الاكل كان حلو قوي يعني بجد، كانوا عاملين شغل فيه. بس احنا بقى رايحين نجرب مكان تاني للغدا، وان شاء الله يطلع حلو. بصي الوردات. بين الشاي والحقيق. معصبني قوي ان انا مش عارفه ادخله، عرق جوه. يا ريتهم قطعوها. لا محدش بيعمل كده. يا رب يطلع حلو لان انا اخر مره كنت جايبه خنزير حلو. ممكن لما اخد قطعه كمان بقى خدي قطعه. انا مش ضايقه اللحمه. لا دول التاني بقى خلاص. وانت عايزه تدوقيهولي؟ طب اصبري. حلو قوي بجد. انا جيت هنا فرح. جيت هنا فرح في نادي التواصل. نورهان تزعقها وانا كده انا اللي رجليها طويله. ما انا بقول انا جزء اطول وانا قلت ايه؟ ما انا بقول لك انا اللي التورسو عندي فوق عالي اطول. انا عامله كده فعلا. انت اللي محتاجه تيجي هنا. بصي يلا. لا لو اتحركنا من مكاننا اي حد هيجي يقعد. اوكي صباح الخير. النهارده الاحد وجايه ازف اليكم الخبر اللي انا كنت عايزه اقوله يوم الجمعه وما حصلش يعني. خلاص نسيت بقى الموضوع ومش عارف ايه، واليوم عدى وخلص وكده.
جاي اقول لكم بقى على الموضوع ده دلوقتي. من وقت ما اشتريت الشنطه دي وانتوا دايما بتسالوني هي من فين، سواء بتبعتولي على دي امز او بتكتبولي تحت في الكومنتس وكده. ومن وقت ما جبتها وانا بصراحه مش بستعمل غيرها، وهي قماشتها تقيله وانا بحبها، وانتوا عارفين ان انا بحبها وانتوا كمان بتحبوها وكلنا بنحبها. المهم انا جايه اقول لكم على حاجه لذيذه قوي، الا وهي ان ماي تيرتل اللي هم البراند بتوع الشنط دي، انا بعت لهم قلت لهم انه من وقت والله يا احبابي من ساعه ما اشتريت الشنطه بتاعتي من عندكم، وكل المتابعين بيسالوا بقى الشنطه دي منين وكده، فانا والمتابعين هنكون مبسوطين لو اديتونا كود خصم، وبالفعل ادوني كود خصم. فانا جبت لكم دلوقتي كود خاص من ماي تيرتل عشان تقدروا تشتروا الشنطه دي بكل سهوله وتاخدوا عليها ديسكاونت. واعتقد ان هم في المسج قالوا لي انه في ديسكاونت دلوقتي على الويب سايت، فانتوا برضو لما تدخلوا تشتروا من الويب سايت هتلاقوا ديسكاونت، فانتوا كده هيبقى عندكم دبل وبس. وصحيح كانت في بنت كمان بعتت لي عندي في الدي امز بتقول لي نورهان اختاري موضوع مثلا تتكلمي عليه زي كوفي توك كده او نصايح، فقولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها مثلا اتكلم عليها، الحاجات اللي شايفين ان انتوا حابين تسمعوها مني، او مثلا وجهة نظري او اي حاجة من الحاجات دي، وندردش عادي ما عنديش اي مشكلة. اتمنى ان الفلوج ده يكون عجبكم وتبسطوا وهافيتوا فن، واشوفكم الفلوج التاني ان شاء الله. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، تنزلوا تحت في الكومنتات تقولوا لي ايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، و بس كده اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي.